بص حضرتك، انت عندك مشكله. نظام الاجور كله في مصر متلخبط. يعني هدي لحضرتك مثلا، انا موظف في الدوله وصلت لسن ال60. قبل ال60 بيوم، لو انا يوم الخميس 60 بقبض 7000 جنيه مرتب. طلعت معاش يوم السبت تلاقيهم بقوا 700 جنيه. ازاي؟ لان بيعمل لك 20% من الدخل هو دوت الاساسي، وال80% متغير. يبقى لازم اقلب المعادله، اقلب الهرم. زي ما قلنا الكلام ده مئات المرات يا سيدي الفاضل. ال80 85% هو اللي يبقى طب الثابت. ايه الحل؟ الحل ان انا اغير نظام الاجور. المشكله احنا قاعدين بنرقع يا استاذ عمرو في الجاكيته، نجيب نوبه الياقه هنا، نجيب الكم نعدله ده هنا، ده ترقيع يا سيدي الفاضل. الغي الكلام الفارغ اللي موجود ده، اعمل نظام واحد للاجور. نظام الاجور عندك اعفاء ضريبي كده مقرر على الاقل 18000 جنيه في السنه للاجور. يبقى اللي بيقبض 1500 يعني راجل مستوي، يعني راجل شحات يقعد في قلب البيت ما يدفعش الضريبه